جو. هاي يا حلوين، النهارده هعرفكم على دلابي ودلابي ودلابها. احنا الدواليب جت الحمد لله دريسنج جم، وكل واحد هيعرفكم على دلابه. النهارده عايزه اقول لكم الولاد مبهورين بالدواليب طايرين. ما شفتش دولاب بالحلاوه دي. ذوقك حلو يا ماما. حبيبي يا سمسم، انتوا اللي عيونكم جميله. يلا يا حلوين نقول بسم الله، وكل واحد هيعرفكم على دلابه. صح. الاول ثانية سامح. واحدة. استنوا ثانيه انا اللي هصور. كده بقى انت هتصور. مين؟ لا، من الكبير للصغير في الأوضة. انا مش سامح الكبير، يبقى سامح اللي هيفرج هنا. وش باين؟ ماشي. باين. يلا. طيب الراب انا. ايوه ايوه ده. لا مش 1 2 3 4 5. ماشي. 5 خمسة. سيب بيخمس. 6 وهنا ده الجاكيتين الشماعة. جواكت امم و7 ممكن. عايزة اقول لكم الدولاب والدولاب اللي تحفة، تحت. بس أو الجدع يحركه من مكانه يا جماعة. ده حديد، الدولاب ده كله حديد. سامح يعني زعلان قوي، مش عارف يزقه. كنت على طول اجي اعمل اي حاجة من الدولاب. كنت على طول اجي اعمل اي حاجه من الدولاب، يقول لي يا مامي حضرتك ما توطيش. قال لي الدراج ودي بتاعك دروج كبيره، يقول لي ما توطيش، انا هحرك الدولاب دلوقتي يعني مش عارف يحركه. انا جيت ارفعه ولقيت ظهري وجعني. حديد. يلا سيف، دور سيف. اتفضلي يلا. تعالي يا سوسو، لسه دورك ما جاش. ثلاثة دول بتسوي. التلاتة دول بتشوفوا. نفتح بقى امم زي ما انتوا كده شايفين كبير. دورين. دورين. سرير دورين والدولاب فوق دورين. للصيفي وتحت للشتوي. وانا من 5. لا انا هخلع واو دولابك يا واد، الناس هتفتكرك بتخمس في وشهم يا جماعه. سيف بيقلد اغنيه 5 بتاعت محمد رمضان. ها، وده درج بيحط فيه شربات. وده درج برضه نفس الحكايه. عايزين نشوف. كبير ما شاء الله. كبير قوي. بصوا يا جماعه، دول قطعتين. استنوا، ده دلاب وده دلاب. بصوا فاصل، يعني ده ممكن يتفصل عن ده. هما دلابين بس احنا لازقينهم في بعض، فمدينا الشكل ده. بصوا اهو، احنا لازقينهم في بعض. بفهمهم بس. يلا كمل ما تعصبش. كمان دولاب. دي هدوم سامح اللي جابها عندك. معرفش. ماشي. خلاص خلاص بعد الفيديو. هنا مفيش 5. ايه لا ده؟ خلاص انا غيرت بقى. هناخد السنة. انا بقول كده برضه، بما ان هدومه هنا يبقى نديله اللي ناقص. انا موافق. خلاص انا مش هاخد ده خلاص. اخس. سؤال بقى، ايه رأيكم في الدولاب وذوقه بصراحة؟ انا يعني منبهر بقوة على فكرة انتوا اوفر. 9.5 من 10. جد 9.5. النص ده راح فين؟ حرام عليك، ده الخشب. انت مش شايف الخشب؟ تقيل جدا. ما هو تقيل عشان يعيش. بصوا يا جماعة، الدولاب من فوق حديد نفس السرير. ممكن طبعا الدولاب ده عمل لنا أزمة في الأوضة، ألا وهي السرير اتنقل هنا، لأن لو كنت حطيتهم بالطول السريرين اللي كانوا بالطول كانوا قافلين على الدولاب، ولو حطيتهم بالعرض مش هيبقى فيه تهوية. بصوا الأرفف اللي فوق بتخرج، احنا لسه مكتشفينها دلوقتي حالا. عشان لو ريحة شراباتكم معفنة. فدحتهم. المهم خلوني اكمل. لو كنا حطينا السرير ده بالعرض جنب ده، كان برضو هيبقى المسافة في الدولاب رفيعة قوي، يعني يا دوب تعدي سنة. فاحنا قلنا ايه، هنخلي السريرين دول، ده حطيناه بالعرض هنا دخل تحت ده، وده عملناه البرايفت بيت بتاع سامح بينام هنا. وما تستغربوش ان الحاف سدن هنا، لان سدن بتخاف تنام لوحدها جوه، فساعات بتيجي تنام هنا جنب سامح وسيف بينام فوق وسامح بينام هنا، وهي بتخش هنا واوضتها يلا يا مهجوره. انسه على اوضتك يا انسه. المكتب طيب. لا مش هنعمل. شوفوا بقى الجمدان بقى، ده حلم سامح. حلمك من كام سنه يا سامح؟ 4 سنين. للاسف من 4 سنين. من 4 سنين. المكتب الدبل يا جماعه، ده كان حلم اللي بيحب سامح. فلسطين ينزل تحت ويعمل لايك دلوقتي. تحيه لكل اهل فلسطين. المكتب ده يا جماعه كان حلم سامح من 4 سنوات، انا طلعت والحمد لله حققت له حلمه. بصوا المكتب ده فيه رفين فوق ورف هنا برضو معدن، وفي رف داخلي اهو اللي تحت ده، شايفينه؟ ده الرف بتاعه. طبعا ده للكراسي بتوع الترابيزه اللي انا كنت جايبها لهم قبل المكتب ما يجي، فرموا لي الترابيزه في المطبخ وسرقوا كراسيها. المكتب ده دبل لفردين. ممكن افرجهم على المكتب ولسه في كمبيوتر دلوقتي يا جماعه. ده البلايستيشن بتاعي، ده الكمبيوتر، الكيبورد معلش، هنا اللابتوب،
هنا الماوس بينور اهم حاجه. وهنا الدراعات بنستخدمها في الضرب. هما اللي مرتبين مكتب. ماشي، وده السيلفي ستيك بتاع الموبايل، وده السيلفي ستيك بتاع الكاميرا، ودي الساعه بتاعتي انا مش عارفه احطها وده امتى، الديكور. بس. وديكور. دي اوضتهم يا جماعه، هما بيعرفوك عشان احطهم على طول اوضتكم تبقى متروقه ونضيفه ومترتبه. بصوا بقى الشكل كده على ورا، ده سرير سامح بالمكتب، تحسوا ان دي اوضه منفصله كده، المكتب والسرير. انا اقوم من هنا نرجع لورا أقوم من هنا نلاقي في اوضه تانية لا بسريرين سامح بقى. ودلاب. سامح بقى لما يجي اوضتهم ما شاء الله تحفه ثانية حاجة. تحفه تحفه تحفه. بمثلك سامح بقى لما يجي ينام الروتين بتاعنا. ينام كده يصحى. شفتوا؟ ايه السهوله دي؟ شفتوا الروتين بتاعي حلو ازاي؟ قولوا لي بقى رأيكم في الدواليب وذوقهم. بصوا نقطة بس تحفة. اخد. تحفة من فوق اهو. ثانية صورني. امشي كده بالموبايل للآخر. لا ده صورني. شكلهم من فوق. حد ينقلني. معرفش بقى في تراب ولا لا، هما لسه جايين. اه اهو. سامح يفتح الظرف اللي بيهوي ده. بصوا ايه ده؟ دي مقفولة مش تهوية. مقفولة؟ في كمان خشبة. امال دي ايه ده؟ يعني لا ما تكسروش يا ماما. اللي ماسك جوه يسيب. نبقى نعمله بعد سيف. خلاص اهو علق. اشتم في البيت. بص صورني بقى يا سيف. خلاص صورني يا سيف. انا هصورك، يلا ها اهري. دلوقتي دور الانسه البرنسيسه رهاب. كل الناس تقعد تمشيني في الشارع تقول هي دي اختك؟ هو ده اخوك؟ سامح الكلمة دي لحسن الناس تفتكرك بتتريق، هو لا، لا، بيهزر كان يا جد. جماعة. اه بيحكي لكم مأساوياتي انا وهو لما بنمشي مع بعضينا. بيقولوا لي انا اخويا. مش المهم يا جماعة ان الناس كلها فاكرين سامح يا اخويا. جماعه في واحد جه اتقدم للموت. بس وانا طردته من الشقه. محدش جه يا جماعة بيهرج. هي المشكلة يا جماعة، امسك كده صورني احكي لهم انا مأساوياتي. المشكلة يا جماعة ان انا لما بمشي مع سامح كل الناس فاكراه اخويا، فلما بقول ده ابني الناس بتلطم، في ده ناس بيبي بتفتح فيس. بقها وتتنح كده، تحسوا ان في يا جماعه فرق الطول مش كبير قوي. لا المشكلة ان هو اطول مني يعني. بصوا في فرق طول، فاللي بيشوفوا جنبي فاكره اخويا، اخو حضرتك اخو حضرتك، فلما اقول يا جماعه ده ابني محدش مصدق ان هو ابني. مامي صوري. مشكله وانا ماشيه معاه بيقولوا لي اتفضلي يا انسه، خدي يا انسه، فهو بيرد على الناس يقول لهم امال انا مين؟ يقولوا انت مش اخوها، فيقول لهم لا انا ابنها. فهنا بتبقى الصعقه بالنسبه ثانية يا ماما، للناس. ثانية. الصدمه بتبقى بالنسبه للناس لما حد بيقول لي يا انسه وهو يرد او انا ارد، فبيسالوا هو مين، فبقول لهم ده ابني، فالناس بتفتح بقها ده بيبي وتتنح فيس لو أصلاً. يعني هو في ايه؟ الناس مستغربه ليه؟ فهي بتيجي المشكله من كلمه انسه، ولو حد قال لي انسه هو ما بيسكتش. فانا بشتكي لكم، قولوا لي اعمل ايه بقى. بتعمل ايه؟ هعمل لك ايه يعني في نفسي؟ حلوه دي، انا انسه. خلاص يا جماعه انا بقيت انسه، يلا بينا. يلا بيبي فيس خالص. بصوا كوتشي 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 يا خرابي. خلعتها من يلا يلا على غرفه الانسه. بس يلا بالراحة. غرفه ايه؟ بالراحه عشان سيمو نايم. سيمو نايم يا جماعه. عايزه اقول لكم في مفاجأتين، واحده في اوضتي واحده في اوضه سوسو غير الدريسنج. يلا على غرفه الانسه رورو. انا انسه، اما بعد كده في كومنتات تكتبوا لي انسه مامي، اوكي؟ شعرك مغطي كمان، محدش يتكلم خالص، فاهمين؟ يا جماعة الفيديو ده من غير صوت عشان سيمو نايم. أول مفاجأة، 1 2 3 بوم. واو، تعالى أنت من هنا. هي مش واخدة مساحة، هي
تتلم. هات على بعد يا سلام، عامله ماتشنج جامد اوي مع النجفه. مش سامعكم تيجي. تعالوا اعرفوا على دلابي بالراحه. انت باقي السجن. زي ما احنا. دي طرفة شماعه. سبحان الله. ركزوا معايا. شماعه. نحط عليها هدوم. تحتيها في والله لو صحي هتقوم. خلينا نكمل الفيديو بقى يا جماعة. ده رف 2 3. هنا في شماعة و3 رفوف. خلاص سيبكم منه عشان نكمل. تعالوا بقى للوحش الكبير. ممكن ما تنطقش. قول مش هنطق. تاتا. ايه ده؟ ايه بحيرة علي بابا دي؟ ادي رف 2 3 4 واللي تحت خالص الخامس. 5 رفوف. بصوا ما شاء الله فاضي. عايز هدوم كتير لسه هنشتري. اوكي. واخر واحدة ده رف وشماعة صغيرة وهنا رف ودرج. متنسوش بتحط عليها هدوم. بصوا الدرج حجمه قد ايه بس لسه ما اتنضفش. على فكرة يا جماعة الدواليب دي لسه جاية طازة. بصوا لسه الادراج بترابها بس في حاجات اتنضفت عشان ارص الهدوم مش كله تراس. لو تلاحظوا دواليب الولاد لسه فاضية فانا بصور لكم طازة. ده الدرج التاني. اوكي. الدولاب بقى بتقفل لوحدها. بصوا مع السلامة. هي بتقفل لوحدها. لا هو سيف القفلات بقه. لا بصوا يا جماعة دي قطعة صورتها قبل كده. دي قطعة لوحدها مفصولة عن دي ودي كده قطعة ودي قطعة. يعني ممكن الدولاب ده يتوزع. فاهمين؟ يعني هما التلاتة مش كل قطعة. واحد حتة. برضو ده حديد. حديد. فاهمين؟ مش خشب. هو كان بيتباع مفتوح كده وانا قلت له عايزه اقفله. خلاص ده بالنسبه للدريسنج بتاع اوضتي. شايفين بقى؟ ارجع يا سامح ظهرك في العمود يا جماعه. الدولاب لما بيتحط لا ارفع الدولاب على خلفيه سودا الدولاب ظهر ازاي. بصوا الشكل مع المقابض عشان انتوا كنتوا بتقولوا لي غيري لون الاوضه. شايفين خلفيه ورا سودا والدولاب ابيض. المقابض كمان سودا. فشايفين الفيو ده بقى اللي انا كنت بقوله لكم. الاوضه شكلها الاسود. الخلفيات السوداء مع العفش الابيض حاجه وهم فوق الخيال. السرير اهو طبعا زي ما انتوا شايفين. والتسريحه معلش اضاءتها عاليه. بصوا التسريحه مع الدولاب. اللي فوق الدولاب دي الدفايه بتاعتي لسه ما شغلتهاش. والنجفه الديكور تحفه فوق التحفه بمراحل. الهدوم اللي ورا الباب دي لسه علقه على الشمال. الإضاءة دي كلها مش تسريح. بصوا الاضاءه دي الاباجوره بتاعتنا. بصوا شكلها مع الستاره برضو لو تحفه. طفينا الأباجورة هتبقى ضلمة. وفي البلكونه مفاجاه صغنطوطه كده. تعالوا اوريها لكم. بصوا شايفين؟ استنوا ادخلكم الاباجوره. بصوا ركني البعيد الهادي النجيله مع الكرسيين الكيوت. دي ترابيزه غير اللي انتوا شفتوهم في المطبخ وفي بلكونه المطبخ. ده انا موزعاها. اللينك بتاع الترابيزه ده رقم اللي بيبيع الترابيزات دي هسيبه لكم في اول كومنت مثبت في الفيديو ده. اوكي عشان هو ملهوش صفحه. هو معاه رقم فاللي هيتصل بيه يقول له انا من طرف رحاب فاميلي. رحاب فاميلي. رحاب ايه يا سيف؟ فاميلي. رحاب فاميلي. ما تقولوش غير كده. اي اسم غير كده مش هيعرف انكم جايين تبعي. اوكي عشان يجيب لكم الحاجه تكون نظيفه ومضمونه. انا كلمته وان شاء الله هيتواصل معاكم. واي حد يطلب منه الاوردر بتاع الترابيزه والكرسيين دول يقول له انا من طرف رحاب فاميلي. دي النجيله الارض كلها رحاب فاميلي بقت نجيله. بصوا اتفرشت كلها. افتح كده يا سيف عند رجلك. بصوا اهي. بس ده الركن البعيد الهادي بتاعي بقى. بالليل بقعد استجم كده. ياه مش عايزه اقول لكم بقى اما بفتح الشباك مع شويه الهوا والستاره الكيوت دي بتتقفل كده. اوبا اوعوا تنسوا ان سيمو نايم.
بس يا جماعه دي كده اوضه العروسه. سيمور ايه؟ في جزء لسه ما جاش من الاوضه دي، مش جزء يعني، في قطعه ناقصه هنا في الاوضه. نايم في قطعه ناقصه هنا في الاوضه، فلما تيجي هعمل لكم الريفيو الاخير وتبقى الاوضه خلصت. مش هقول لكم ايه هي عشان القطعه دي هتبقى مفاجاه. اوكي، قولوا لي رايكم بقى في اوضتي. انا صورتها لكم كده كلها. اطلعي سدن، بصوا من على الباب اهي، نظره اخيره، الدريسنج مع الاباجوره والستاره، النجفه، تسريحه. او ماي جاد، سامح عمال يقول لي دي غرفه العروسه، غرفه العروسه. يلا العريس بتاعي نايم في السرير اهو. دلوقتي يا حبيبي ده أوضة البرنسيسة سدن. ده أنا دي انتي طبعا، انتي برنسيسة. أبيض ومعدن وحديد. استني بس، دلوقتي انتي ومين؟ سيمور. بالظبط. واللي هيقول بناتي ولا مش بناتي يمشي بقى الاثنين. اوريهم الارفف عامله ازاي. دولاب سدن كبير يا جماعه، ده 3 قطع برضه. دي قطعه، دي قطعه، واللي في النص دي قطعه سيب يا سيف. مفصوله، ودي قطعه. مم. دول 3 قطع. انا كنت معلقه لك الاسدال هنا في الشماعه، وفي شماعه تحتيه معلق لها فيها المصليه والاسدال. دي 3 ذرة. دي 3 رفوف. دي هدوم سيمو، واللي فوق دي هدوم سدن على سيمو ميكس. وهنا في ايه؟ هنا في التوك والشنط بتاعت البرنسس. انتوا كل حاجة والشنط. بصوا الدرج يا جماعه تقسيمته. تعالي كده يا سوسو، بصوا الدرج جاي 4. متقسم ازاي. تحفه. اوه لا لا. وهنا دي بمبازات سيمو، لا دي الفوط. سوري يا سوسو. دي بمبازات سيمو، شرابات سيمو، حاجات سيمو كلها. ده الدرج ده سيمو احتله. وهنيجي هنا، انا هسيبك تكملي عشان انا بشرح الجزء بتاع سيمو وانت تشرحي الجزء بتاعي. هنا في ايه؟ ده الشماعة بعلق فيها جاكيتاتي فالوتش. وده تيشيرتاتي وكل حاجة. وهنا شتوي. الجزء التاني بتاع سيمو، جواكت سيمو صغنطوطو. طبعا متعلقة. جواكت سيمو معايا عشان هو لسه صغير. عشان هو لسه صغير وعشان هي شمام. حصل. وده رف اللي فوق. كل دي ارفف يا جماعه. انا عايزه افهمكم بس ان المفتح ده ارفف ممكن يتحط فيها هدوم يعني. في بطانيات هنا. في بطانيات دفايه. يلا خشي على الوحش الكبير يا سوسو، نوري النور. ده التسريحة بتاعي. واو، ده التسريح بتاعي. ده 4 ذرة. 4. يلا افتحي. ده دلوقتي 5 ذرة. ارفف. أرفف. رف رف. يا خلاصي. رف. ده اسمه رف، يبقوا 5 رف. 5 رف. ده ممكن احط فيها الشنط بتاعي لما تتنضف كده. والبرفيوم البرفيوم بتاعي هنا. والفرشة والفرشة والمانيكير والمانيكير وشعر الرستة بتاعها. الرسة بتاعي هنا. هنا ممكن احط حاجات كيوت كده، عرايس وحاجات احط كيوت. كده عرايس وكتير. والندراج دي 3. ما تفتحوش قوي عشان مش نضيف. 1 2 3. ابقى احط التوك بتاعي فيه. ان شاء الله نضفها. بس بصوا ايد سيمو بصماته على التسريح. بصمات سيمو. المهم دي يا جماعه نفس التسريحه بتاعتي اللي انا جبتها. دي سعرها كام؟ 2450. جبت 2، البينك والبيضه. انا جبت الساده نفس التسريحه بتاعتي بس بينك عشان تعمل ماتشنج. الاتنين ب مع 2000. غرفتي. الاتنين عاملين 5000. لا التسريحتين 5200 بالشحن. تسريحتين 5200 بالشحن. دول ما لهمش دعوه باللي فصلوا المعدن. دي حاجه دول متفصلين معدن. دي خشب، دي انا طالباها اونلاين خشب. اوكي. وطبعا هي جايه من غير اللمض. انا اشتريت اللمض وركبتها فيها عشان الشكل الجمالي بتاعها يبان. يعني اوضه سدن مجمعه، السرير لوحده والدولاب لوحده والتسريحه لوحدها، مش اوضه باكج يعني. فاهمين؟ انتوا اكيد فاهمين. يعني مش عشان- طالباها كلها مع بعض. لا مش اوضه كامله. انا جبت السرير لوحده وبعد كده اخترت الدولاب وفصلته وبعد كده جبت التسريحه اونلاين. فاهمين؟ فانا مجمعاها. كل الاوض كده، حتى اوضتي انا مجمعه واوضه سامح وسيف مجمعه. بس انا ليه عملت كده؟ لان مفيش اوضه كامله بتتباع بالاحجام بتاعه الدواليب دي. اوضه اطفال، ثواني يا سوسو، مفيش اوضه اطفال بتتباع بحجم الدولاب اللي ورايا ده. دي عشان الاضاءه في الفيديو.
وبالسريرين دول، يعني فاهمين؟ لو لقيتوا اوضه اطفال بتتباع فرداني هتلاقوا سرير واحد، ودولاب مثلا ممكن يبقى الجزء ده والجزء ده من غير ده. فانا جايبه الحاجه دبل علشان عامله حساب سيمور بيشارك سدن في دولابها او في سريرها، فببقى عامله حسابه. والتسريح حبيت اجيب لها حاجه بره الصندوق مش للاطفال، انا عارفه ان دي مش تسريحه اطفال، بس هي مش هتفضل صغيره على طول، وهي بتحب تشوف هدومها بالطول وتشوف شكلها. فدي حاجه بصوا اقفي يا سدن قدامها، ممكن أقول هي كده حاجة؟ تشوف الطقم بتاعها كله. قولي يا حبيبي. اللي بعده يا انسه، وذوقك حلو يا طنط وكل حاجه. انسه وطن؟ لا انا كده بتدلع يا جماعه بقى. لا ذوقك حلو بصراحه. حبيبي يا سمسم. خلاص، فانا حبيت اقول لكم المعلومات دي عشان ما حدش يقول لي شاريه الاوضه بكام او شاريه ده مش اوضه، دي كل حاجه جايه لوحدها، وانتوا شفتوا الحاجات جت على مراحل. الاول الدريسنج جه، التسريح جت تاني يوم الصبح، فقلت اصورهم لكم بقى. خلاص. والسجاده دي كانت عند باب الشقه بره، اللي هي المدوره بتاعه الريسبشن، نقلتها لان كل بيخش بالجزمه بيدوس عليه. فانا قلت الحته هنا عند سدن كانت بلاط، وسيمو بيجي يقعد هنا كتير، بيحط بوكس اللعب ده، بصوا ده بوكس اللعب بتاع سيمو، فعلى طول يجي يقعد في الجزء ده. فانا قلت افرشها احسن، بدل ما هتداس بالجزم عند باب الشقه وتلم طين، لا تستر الارض هنا، وفي نفس الوقت تبقى مدفيه سيمو، ونخلي الحته بره بلاط، لان دي دخلت وخرجت الباب تبقى كلها شوزات وكده، لحد ما الجزمه تيجي. كده فاضل لنا قطعتين، قطعه في اوضه نومي لما تيجي هقول لكم ايه هي، وهتبقى مفاجاه، دي هتبقى ترند الموسم، القطعه اللي ناقصه، وهي مش ناقصه، هي قطعه لوحدها. وفي حاجه تانية، الجزمه اللي عند باب الشقه دول بيتفصلوا برضه، لان تفصيل بياخد وقت. بس كده يا حلوين، انا مبسوطه واقدر اقول لكم الحمد لله انا خلصت. لما القطعتين الباقيين يجوا يتحطوا في اماكنهم واخلص كل حاجه وارص التسريحات بالديكورات بتاعتها، هصور لكم الشقه كلها من اولها لاخرها، هعمل لكم ريفيو كده كامل عن كل حاجه في الشقه، واصورها لكم كده في فيديو كامل، ونبقى كده خلصنا. ونبتدي بقى ايه، نشوف دنيتنا بقى، فلوجاتنا، خرجنا، اتفسحنا، طبخنا، اكلنا كده، ونبتدي بقى ايه، نشوف محتوانا التاني. عشان كده خلاص نقول الحمد لله الشقه يعني خلاص. تعالي سامح هات لهم الفيو كده. ده شكل اوضه سدن من بعيد اهو، بصوا كل الالوان، انا عايزاكم بس تشوفوا تداخل الالوان في بعضها، حتى السجاده اللي كانت بره لما جت برضو عامله ماتشنج مع الاوضه. اوضتها ما شاء الله مبهجه جدا، كل الوانها كده فظيعه وهاديه. بصوا لو طفينا النور، هدوء، بسم الله ما شاء الله. يعني بحس ان سدن محظوظه في اختيار حاجتها. بس ودي كانت الدريسنجات يا حلوين. تعالوا اوريكم الحمام، ولع النور عشان ما شافوش. ده الحمام، انتوا ما شفتوش الدواسات. طقم الدواسات ده انا جبته ب100 جنيه، كان ب150، اخدته ب100 من عند نفس الراجل اللي بيبيع بديل السجاد، اللي انا جبت من عنده بديل السجاد ده، اداوني ب100 هديه. وده التربو اللي احنا ركبناه مع بعض قبل كده، لم الحاجه بتاعت الولاد وحاجتي كلها. طبعا في حاجات كتير هتنال على التسريحه. ده شكل الحمام. ودي ستاره اشتريتها برضو لون السمني، نفس اللون، بصوا نفس الدرجه دي هي اللي في المشاية. او غيرنا ستارة السخان. البانيو او السخان ركبناه، انا صورته قبل كده. دي يا جماعه فرع النجيله اللي انا حاطاه من بره، اللي انتوا بتقولوش ليه، هو بصوا مفتوح يعني بيخرج الدخان. وبعدين دي فتحه مش اساسيه، دي فتحه كانوا الناس اللي قبلينا فاتحينها وما نفعتش مع السخان بتاعي، لان بصوا المدخنه حجمها اكبر، فدي فتحه مفتوحه غلط. فالناس بتقولي يا رحاب ما تسدهاش، لا دي مفتوحه غلط يا جماعه، الطبيعي ان هي بتبقى فتحه واحده فوق. فعموما حتى لو غلط او صح هي مفتوحه اهي، بصوا النجيله مخرومه مش ساده، فانا عملتها شكل جمالي من جوه البلكونه، فاهمين؟ لان دي البلكونه اهو، الورد اللي احنا عاملينه في البلكونه على الشباك من هنا. اوكي، عشان في ناس بس افتكرتني سديت فتحه الغاز وقعدت تقول لي ده خطر ومش خطر. وده شكل البانيو اهو، والستاره بص دخلتكم لحد البانيو. بس قولوا لي ايه رايكم في طقم الدواسات ده، شكله تحفه ولايق مع الالوان بتاعت الستاره نفس الدرجه. يلا، وجبت الديسبنسر بتاع الصابون ده، بس جيت الزقه بصوا بدبل فيس وقع، فانا هضطر اجيب له مسامير بعد ما مليته وحطيته وقع. بس هوريكم التاني في الحمام الصغير لازق. اقفل باب الحمام يا سمسم. ده حمام الولاد. الباسكت ده انا حطيته هنا. اوكي، افتح بس الشباك عشان بحب الحمامات متهويه.
بصوا ده الديسبنسر بتاع الصابون اهو، جبته مليته لهم اسهل للولاد من الصابونه. بس برضو في صابونه، في ناس ما بتحبش تستخدم ده، تحب الصابونه كده ترجع على ايديها. بس ركبته لهم هنا وكده، مفيش اي حاجه اختلفت. خلاص كده يلا بقى نختم الفيديو. ايه ده، في ناس نامت وناس بتتمطع. خلاص كده يا حلوين، ويا رب تكون الدريسنجات عجبتكم. عايزه اقول لكم احنا مبسوطين جدا، والولاد فرحانين قوي بالدولاب بتاعهم. وما تنسوش تعملوا إيه ده، انت حطيتوا لايك ولا لا؟ الواد ده تعبناهم في الفيديو يا جماعه، ادعوا له ربنا يهديه. المهم ما تنسوش تعملوا لايك، وهنقول لكم دمتم كمل. بخير. تعالى هنا. كمل نوم. يلا هنقول لكم دمتم بخير ونشوفكم على الف خير يا حلوين. وقولوا لنا رايكم بقى في الدريسنجات. الحاجات دي اختياراتي وذوقي، اختياراتي دمر حياتي حياتي. يلا نقول لكم دمتم بخير يا حلوين، وباي باي. برضو حط لايك.